راجعين احنا دلوقتي من زايد، واتمرنا والحمد لله. اتمرنت بشقتي هناك المكان بتاعي، وخلصت تمرين وقضيت المصالح الكهرباء والحاجات اللي انا عايز اعملها وشركة المية. قلت استفيد انا في اي حتة، لازم الوقت بيعدي، ما ينفعش ان هو يعدي من غير ما الانسان يستفيد يا شباب، لازم تستفيد. ده بتاع ده المترو اللي يعملوا لنا الجديد هنا دوت في زايد. ساكن في زايد وساكن في الحمد لله رب العالمين في الوراق وعزبة المفتي تبع القومية، وساكن في الحفرية وساكن في المطرمة، والحمد لله كل يوم جديد. هنعمل ايه يعني؟ لازم نستمر. شايفين؟ ده منطقة ناهية والكرداسة وطريق هنعمل ايه؟ لازم الواحد يتمرن، والحمد لله رب العالمين. على قد ما الواحد يعني الحمد لله، على قد ما الواحد مثلا ربنا رضيه وكده، لازم يحمد الله ولو اقل من كده. بس العيل مش عايز يطلع شبه ابوه يعني للاسف الاولاد مش عايزين ان هم يطلعوا شبه ابوهم، هي دي المشكله. تعبنا وشقينا واحنا صغيرين والله يا جماعه. الواحد كان بيسمع عن المناطق دي، بيسمع هنا، وجيت ايام ما كانت جبل كان ببلاش المناطق زايد، الشيخ زايد واكتوبر اللي هي منطقه السابع والجامعه الحاجات دي. رجينا اشترينا بقى بعد ما كانت بملاليم بقت بملايين. بقت بملايين ايه؟ دي بتريليونات يعني. ممكن تشتري حاجتين ثلاثه بمليار هنا. والحمد لله رب العالمين مستمرين. النهارده جريت شويه، ركنت العربيه هناك جنب الشقه ورحت شركه الميه ورحت شركه الغاز والكهرباء، بس الغاز ما عملتش فيها مصلحه. قال لك ابعت لنا على الواتس. والمنطقه ولا الاتحاد اللي هم الجماعه بتوع منطقه الجيزه اللي حاطيني في دماغهم، اللي مش عايزين يشيلوني من دماغهم بسبب كم واحد لا مؤاخذه فاسد، كم مدرب كده معروفين، منهم واحد حرامي ومنهم واحد ما كانش بيلعب كاراتيه وبقى فجأة بقى خبير كاراتيه وعمل شهادات وعمل كل حاجة أيام عبد الظاهر وأيام عادل عبد الحميد. الله يسامحهم بقى، الله يرحم اللي كان. وفجأة كده بقى واحد منهم مدرب مش عارف ايه، والتاني مدرب ايه، اما القديم واللي طفحان الدم وطلع عين اهله واللي بيتمرن ليل ونهار ده ركنوه على جنب، قالوا احنا شكرا لخدماتك. واحد تاني برضه من بتوع الجيزه بقى في منطقه وجيزه واتحاد والدنيا كلها وانديه ولعيبه صغيره برضه في امبابه ولا دي حاجه ظاهره غريبه قوي. يعني واحد معهوش دورة تدريب او واحد معاه دورات تدريب بس ماسك بقى يجي 50 حاجه بقى، ماسك بدل المركز شباب 5 6 مراكز شباب، وماسك ناديين 3، وماسك في الاتحاد، وماسك في المنطقه، انا مش عارف عايزين يمسكوه ايه تاني، يمسكوه في الامم المتحده. حاجات غريبه بتحصل ومدربين كبيره. هتقول لي زيك؟ زيي قاعد اهو مش ماسك مكان. حتى نادي الترسانة اللي كنت ماسكه فضلوا يندبوا بيه ويتكلموا ويصوروا ويعملوا اتاري حوارات بتتعمل عليا، مش عايزين ابقى موجود في المنطقه من ناس معينه في المنطقه، بطنها واكلها مني معرفش ليه، عندهم قهره او نفسيتها تعبانه، ناس اصلا مريضه نفسيا مش عايزه حد يكبر اللي هم.
حاجات غريبه يعني مش عايزين. بس انا مش حكايه يكبر ان هو يبقى بطل ولا بتاع، لا يكبر ان هو يعني موضوع الفلوس وموضوع الحاجات دي في فضايح يا جماعه. للاسف في مدربين ما تلعبش اللعبه ولا بتلبس بدله الا ان هي تقفش فلوس بس، ان هي بتخطط ان هي تجيب فلوس كويسه من الكاراتيه، تركب عربيات من الكاراتيه، تسافر بره من الكاراتيه، ان هم بس بيتمرنوا او ان هم الواحد ياخد منهم حاجه يستفيد منهم. ابدا والله، يعني ممكن ياخد اللي هو عايزه بس يفيد الناس. والله العظيم الكاراتيه يا جماعه والله بمناطق معينه وانديه معينه معمول للمصالح الشخصيه، ومعمول ان الناس اصلا واخداها سبوبه. ايه الطريق كبير في الجديد ده جميل قوي اهو، ما مشيتش فيه المره اللي فاتت عشان هما بيوضبوا موضوع المترو ده دخلونا كده ايه حته تانيه. ايوه دي الوصله اللي هي مع اكتوبر باين. بص فجاه تلاقي بقى ايه البيوت المعفنه والمناطق العشوائيه والتراب زي ما انتم شايفين كده، والوجع القلب والهم. ده مرور كرداسه وماريوتيه دخلونا لبنان وسفنكس. يلا يا شباب اذا جينا المناطق دي يلا السلام عليكم، عشان ننتبه بقى للناس اللي بتسوق كده. كان